إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى وخير الهدى هدى نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد أيها المسلمون عباد الله، اتقوا الله تبارك وتعالى حق تقواه وراقبوه في السر والنجوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أيها المسلمون، رحل عنا رمضان شاهدا لنا أو علينا. رحل علينا رمضان شاهد لنا أو علينا، فمن الفائز منا فنهنئه ومن المطرود منا فنعزيه. نعم عباد الله، كل واحد منا يعرف نفسه وحاله. هل هو من الفائزين في شهر رمضان؟ هل هو من الفائزين الرابحين أم أنه من المحرومين المطرودين؟ فمن حافظ على العبادات والصلاة والجمع والجماعات وقراءة القرآن وما تيسر من القيام فنقول له هنيئا بجائزة الرحمن والثواب والغفران. فمن ثواب الحسنة بعدها. وفي الحديث: ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أما من رجع إلى العصيان، أما من رجع بعد رمضان إلى الذنوب والآثام ومبارزة الرحمن بالعصيان وطاعة النفس والهوى والشيطان فنقول له حذار من غضب الكبير المتعال، حذر من غضب القهار. ومن دخل عليه رمضان وخرج ولم يغفر له أبعده الله. أيها المسلمون عباد الله، اللبيب من تفكر في مآله، والحازم من تزود لارتحاله، والعاقل من جد في صالح أعماله. العاقل من عباد الله من جد في صالح أعماله، نظر في المصير
فاجتنب المقصر، تأمل في ذل المقام فاجتنب الحرام، علم أنه سيرجع إلى ربه تبارك وتعالى فيسأله عما قدمت وجنت يداه. يقول تبارك وتعالى: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. ويقول رب العالمين: إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. عباد الله أيها المسلمون، من صفى مع الله صفاه، من صفى مع الله صفاه، ومن آوى إلى الله آواه، ومن توكل على الله أغناه، ومن اشترى نفسه من الله اشتراه وجعل ثمنه جنته ورضاه. يقول سبحانه وتعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم، فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. أيها المسلمون، رحل شهر الطاعات بأعمالكم وختم فيه على أقوالكم وأفعالكم. الليالي والشهور والأعوام مقادير للآجال، مواقيت للأعمال، والأيام خزائن حافظة للأعمال منقصة لعمر الإنسان. قال بعض سلفنا: يا ابن آدم إنما أنت أيام، إذا ذهب يومك ذهب بعضك. أعمال تحفظ وتدون، وآجال تقرب، حتى يجد الإنسان نفسه في عداد الأموات، فلا ينفع الندم على ما فات. وكل ما هو آت يا عبد الله آت، وكل ما هو آت يا عبد الله آت. يقول ربنا تبارك وتعالى: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. ويحذركم الله نفسه، ويحذركم الله نفسه، والله رؤوف بالعباد. ثم أيها المؤمنون عباد الله، إخواني في الله، كونوا لقبول العمل أشد منكم اهتماما للعمل، فالله تبارك وتعالى لا يقبل إلا من المتقين. يقول رب العالمين: إنما يتقبل الله من المتقين، فهل أنت منهم يا عبد الله؟ ولا يقبل الله تبارك وتعالى من العمل والطاعة إلا ما كان خالصا لله على سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأخلصوا عباد الله لله تبارك وتعالى في أعمالكم، واتبعوا رسولكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم في جميع طاعاتكم وأعمالكم، فليست العبرة بالعمل وإنما بقبول العمل. يأتي أقوام يوم القيامة
بحسنات كأمثال الجبال يجعلها ربنا تبارك وتعالى هباء منثورا، لأنهم كانوا يعملون بالصالحات أمام الناس، وإذا اختلوا بمحارم الله انتهكوها. كما يأتي أقوام يوم القيامة يضادون عن حوض نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنهم خالفوا السنة واتبعوا البدعة. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول ما تسمعون، أستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه تجدوه غفورا رحيما. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وإخوانه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. عباد الله، وفي مداومة المسلم على العمل الصالح بعد رمضان دليل القبول، وخيركم عباد الله من طال عمره وحسن عمله. أيها المسلمون، ولكن انقضى صيام رمضان، فإن الصيام لا يزال مشروعا ولله الحمد والمنة. في صحيح مسلم عن أبي أيوب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر، وصيام 3 أيام من كل شهر. جاء فيها عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: 3 من كل شهر ورمضان إلى رمضان، ذلك صيام الشهر كله. والأولى أيام ربيع، لحديث أبي بكر رضي الله عنه الذي رواه مسلم عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: يا أبا ذر، إذا صمت من الشهر 3 أيام فصم 13 و14 و15. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل عن أفضل الصيام بعد شهر رمضان، قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أفضل الصيام بعد شهر رمضان صيام شهر الله المحرم، صيام شهر الله المحرم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتحرى صيام الاثنين والخميس، وكان عليه الصلاة والسلام يقول: أحب أن يعرض عملي وأنا صائم. ففي يوم الاثنين والخميس تعرض الأعمال على ربنا تبارك وتعالى. أيها المسلمون، إلى غير ذلك من الصيام الذي ثبت عن خير الأنام عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. عباد الله، ولئن انقضى رمضان فقيام الليل، إن انقضى قيام رمضان فقيام الليل لا يزال مشروعا في كل ليلة
ليالي العام في صحيح البخاري عن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان ليقوم أو ليصلي من الليل، كان ليقوم أو ليصلي حتى ترم قدماه، فقيل له فقال أفلا أكون عبدا شكورا. وعن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا جنة ربكم بسلام. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في الحديث الصحيح أفضل الصلاة بعد الفريضة قيام الليل أو صلاة الليل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أيها المسلمون عباد الله، ولئن انقضى رمضان فتلاوة القرآن تشرع آلاء الليل وأطراف النهار. يقول ربنا تبارك وتعالى إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. ولا يخفى عليكم ما جاء عن نبينا من الأحاديث المعروفة المشهورة في شأن قراءة القرآن وتلاوته. من ذلكم عباد الله يقول عليه الصلاة والسلام لأقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف والحسنة بعشر أمثالها. وجاء في أحاديث أن الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. تخيل يا عبد الله إذا قلت ألف من كتاب الله فلك حسنة إلى 10 أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. وهنا نعلم سبب بكاء بعض سلفنا عليهم رحمة الله تعالى إذا كان يمر عليه اليوم ولا يقرأ في كتاب الله بكى. أيها المسلمون بكى إذا لم يقرأ في كتاب الله لتفريطه في هذا الأجر العظيم والثواب الجسيم. وقال عليه الصلاة والسلام إن القرآن يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. يوم القيامة أيها المسلمون يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، يوم لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. يوم أيها المسلمون يشيب فيه ولدان يأتي القرآن شفيعا لأصحابه، يأتي القرآن شفيعا لأصحابه يقول يا رب أسهرت ليلة وأظمأت هواجرة فيشفع فيه. أيها المسلمون عباد الله، ولئن انقضى رمضان فإن الصدقة لا تنقطع. يقول ربنا تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. ويقول سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت
أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت يقول رب أخرني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. فاتقوا الله عباد الله وإياكم عباد الله والانتكاس بعد رمضان بعد شهر الطاعات والغفران، وتمسكوا بكتاب ربكم وسنة نبيكم ففيهما النجاة والفوز والفلاح. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آمنا في أوطاننا وديارنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم اجعل بلدنا هذا بلدا آمنا مطمئنا سخاء رخاء سائر بلاد المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم يا رب العالمين اللهم وفقنا بما يرضيك ووفقنا للعمل الصالح الخالص لك الموافق لسنة نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم أغثنا اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغث البلاد والعباد. اللهم أغث البلاد والعباد. اللهم أغث البلاد والعباد. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وسبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.